السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الرابعة من برنامجكم الجديد. تنتمي قرية العنصر للجماعة الترابية المللي بعمالة تطوان، رغم ارتباطها بمركز جماعة سطينة بطريق معبدة، كما أن الهندسة العمرانية لمنازل قرية العنصر مشابهة لما عليه الحال في قرى الأندلس القديمة. كل بقعة في الشمال هي سحر وساحر، وأنت المسحور المنتشر تنتشف في أنهار السحر دون ملل، بل بفضول أكبر وتشاهد. يظهر التداخل والتناسق الجمالي في التوزع وبناء المنازل الجبلية المطلة على منظر المدرجات الزراعية مدى دقة وهندسة التصميم المعماري والجمع بينهما. هذا التقارب يحمل دلالة اجتماعية تنبأ عن مدى التقارب والانسجام الاجتماعي بين سكان أفراد هذه القرية. تمثل الجبال الملجأ الأول للإنسان للحماية ضد الأخطار الطبيعية والمطامع البشرية أيا كانت، ولهذا دامت علاقة الإنسان بالجبال عبر سنين طويلة من التحدي والكفاح. عنصر كترحب اي واحد، اي مغربي واي واحد خارج المغرب او داخل المغرب. يعني هذا البلاد هذه الناس ديالها مزيانين وكيتعاملوا مع بعضياتهم، يعني اللي يعني الناس مزيانين، اي واحد كيرحبوا به. عندما كنت أقوم بالتجوال وأخذ بعض مقاطع الفيديو لهذه القرية، أتى إلي أحد أفراد هذه القرية متسائلا عن ماذا أصور، رغم عدم معرفته لنا إلا إنه رحب بنا هو وإخوته فتبادلنا أطراف الحديث. فشرحت له ورحب بالفكرة فأعجبت، فلما تبادلنا أطراف الحديث عزم وأصر أن يدعونا إلى الغداء، إذ يصادف يوم الجمعة المعروف أنه بعد صلاة الظهر تكون وجبة الغداء عبارة عن كسكس مغربي بالخضر والدجاج. اولا السلام عليكم، مرحبا بكم من عندنا بهذه الزياره الكريمه اللي عملت لنا مفاجاه. المنطقه ديالنا معروفه منطقه خضراء، والمنطقه ديال الجبوله الجبل الابيض مشهوره بالجبل الابيض. كيجيو السياحيين عندنا وكيجيو بزاف من واحد كيجي، كاين من واحد كيجي معروف ومشهور انت كاع ما كتعرفو. والمهم نقول لك الخير موجود، اللي قلت كاين المعاس، كاين الغنم، كاين البقر، كاين جواهل، كاين بهايم حاشا، كاين اللي قلت كاين الخضره. مثلا كنعملوا هنايا اللفت والفجل والجعده كيقولوا لا خيز، طاطا مطيشه. وتما الناس دراوش عاود الناس فقراء هنا، ماشي عند بالك دابا الناس مدبرين ولا شي حاجه. يعني اي حاجه كتاكلوها هنايا كتاكلوها بلديه ماشي بحال المدينه. دابا حنا كيفاش كيقول لك كناكلوا كنوكلوا، باش كنعملوا ديك البركه كناكلوا منا وكنشيعوا منا للناس، كنشيعوها المدينه تطوان. حقا إن أهل العنصر لأناس كرماء وشرفاء.
ومن هنا تبدأ وتظهر أهمية القرية، حيث أنه يجب على الدولة توجيه الاهتمام بالقرى وأهالي القرى من أجل الحفاظ وتنمية الدور الذي يقومون به في دفع عجلة التنمية، حيث أنهم من يقدمون لنا الطعام والمحاصيل الزراعية المختلفة التي نعتمد عليها في غذائنا بشكل رئيسي. من أهم العادات الجميلة لهذه القرية التي تتعلق بالمناسبات السعيدة والحزينة، إذ يسارع الجميع في المشاركة فيها، حيث أن الإنسان في القرية لا يشعر أنه وحده أبدا، بحيث أن جميع أهالي القرية يكون بينهم الكثير من المعرفة والود، ولذلك فإنهم يشاركون بعضهم البعض في الأفراح والمناسبات السعيدة والحزينة، ويقفون بجوار من يمر بأوقات صعبة. هنا تنتهي رحلتنا اليوم. إن الوجهات ما زالت مستمرة وطويلة، نلتقي في وجهة أخرى ومنطقة جديدة. دمتم سالمين ومسالمين. شكرا لكم على المشاهدة.